في الفيديو ده هنتكلم عن اسهل برامج تسويق بالعمولة انت ممكن تستخدمها، والمقصود باسهل هنا ان هي حاجة ما بتاخدش منك مجهود كتير قوي عشان تعرف تبيعها. وهنتكلم في اول دقيقة دقيقتين كده عن المنتجات الملموسة، لكن هيبقى الاهتمام كله في الفيديو ده عن المنتجات الرقمية اللي انت ممكن تبيعها وتكسب منها من التسويق بالعمولة. وليه اهتمينا بالمنتجات الرقمية في الفيديو ده اكتر؟ عشان المنتجات الرقمية هي اللي بتحتاج وقت ومجهود، وعشان تعرف اصلا تقدم في البرنامج بتاعها لازم تفهم البرنامج شروطه ايه والقصة دي كلها. فكمل معانا الفيديو ده للاخر وان شاء الله الفيديو ده هيعجبك جدا، عشان هنتكلم في الفيديو ده عن التسويق بالعمولة بوجهة نظر مختلفة تماما عن اللي اتكلمنا عليها في كل الفيديوهات قبل كده. اهلا بيكم، انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناة هنا. يلا بينا بقى نخش في الموضوع دلوقتي ونتكلم على اسهل برامج تسويق بالعمولة. واتفقنا ان اول دقيقة كده او دقيقة ونص هنتكلم عن برامج التسويق بالعمولة اللي هي المنتجات الملموسة، وبعد كده هنكمل الفيديو كله على المنتجات الرقمية. واول برنامج هنتكلم عليه في المنتجات الملموسة هو برنامج امازون للتسويق بالعمولة. وميزة امازون ان هو اكتر موقع بيكسب ثقة الناس والعالم كله بيشتري منه، فانت لما بتسوق لمنتج والعميل بيخش يلاقي الموقع امازون فدي حاجة بتطمنه جدا، ودي بتزود الفرص ان هو يشتري المنتج ده. غير ان في مميزات ان شروطه سهلة جدا عشان تقبلك، ما بتاخدش وقت خالص، وبيدي عمولات كويسة الى حد ما. فانت لو عرفت تسوق له وتصنع له فيديو بشكله حلو وكده، واستخدمت مثلا اعلانات ممولة او عرفت تعمل اورجانيك ماركتنج للمنتج ده، فان شاء الله هتبيع منه بيعات كويسة. ولو عايز تفهم بقى موضوع امازون ده والتسجيل عليه وازاي اسوق للمنتج وازاي اختار المنتج وكده، فاحنا كنا عملناه سلسلة فيديوهات قبل كده لموقع امازون، هنسيبها لك تحت في الديسكربشن. الموقع التاني معانا في موضوع المنتجات الملموسة ده هو موقع علي اكسبريس. وموقع علي اكسبريس هو موقع صيني وعليه ملايين المنتجات. وميزة علي اكسبريس ان السعر رخيص جدا جدا مقارنة بامازون، لكن المشكلة ان مدة الشحن شوية بتبقى طويلة. فانت بتبقى بين اختيارين، يا اما تختار سعر عالي وتوصيل في مدة قليلة زي امازون، او سعر رخيص بس توصيل في مدة كبيرة زي علي اكسبريس. وكمان في ميزة كبيرة جدا بقى عن امازون ان هو بيدعم البنوك المصرية او العربية كلها عموما. وعشان بقى تسحب ارباحك مش محتاج بايونير ومش محتاج بنك الكتروني وباي بال والقصة الطويلة دي كلها. وفوق ده كله بقى شروطه سهلة جدا عشان تقبلك. ولو عايز تفهم بقى موضوع علي اكسبريس في التسويق بالعمولة ده، فاحنا كنا عملنا فيديو طويل كده على اليوتيوب شرحنا كل حاجة في علي اكسبريس ده، وهو كان واخد بايدك من الصفر لحد في الاخر ازاي تستلم فلوسك وتسوق للمنتج وتختار المنتج وتوصل للناس وكل حاجه. وهنسيب لك لينك الفيديو تحت في الديسكربشن. وكده خلاص احنا اتكلمنا عن اشهر الحاجات في المنتجات الملموسه، بس خلينا بقى دلوقتي نتكلم على فكره الفيديو دي اصلا والسبب يعني ان احنا عملنا عنه الفيديو ده، وهي المنتجات الرقميه. ودي مش حاجه ملموسه، انت بتبيع خدمه او بتبيع اشتراك موقع او بتبيع في بي ان او بتبيع كده، وده المقصود بالفكره بتاعت يعني ان انت ازاي تختار تسوق لمنتج رقمي. واول حاجه هنتكلم عليها في المنتجات الرقميه كده هي التسويق بالعموله لمواقع العمل الحر. وده بكل بساطه انت بتروح تسوق لعامل حر، يعني انت بتشوف عامل حر مثلا على موقع فايفر او اب وورك وبيجيب نتائج حلوه مع الناس وشاطر واخد ريفيوهات عاليه، وبعد كده تبدا تسوق للراجل ده على بنترست، والموقع بيديك لينك خاص بيك انت لو العميل اتفرج على مثلا على البوست بتاعك ده على بنترست ودخل يشتغل مع العامل الحر ده واتفقوا مثلا على ان هم يعملوا الشغلانه دي مقابل كذا، فبدام العميل دخل من اللينك بتاعك فانت هتاخد عموله على الاشتراك ده، واي اتفاق هيتفقوا عليه انت هتاخد نسبتك منه. وبرده برنامج زي فايفر مثلا التسويق بالعموله سهل جدا وبيقبل كل الناس. وبرده ده انا كنت عامله في فيديو قبل كده ازاي تسوق لمواقع العمل الحر وازاي تخلق بوست ترويجي ليهم على بنترست. وطبعا بنترست هو احسن واحد في الموضوع ده. وكده كده اي حد بيبقى محتاج دايما حد عنده مهاره، فاي حد بيبقى محتاج ميديا باير، بيبقى محتاج مصمم شاطر، بيبقى محتاج فويس اوفر، بيبقى محتاج جرافيك ديزاين، اكيد بيحتاج حد يعني. وطريقه التسويق دي بتبقى سهله شويه وما بتاخدش مجهود قوي. وهسيب لك لينك الفيديو تحت في الديسكربشن. لحد هنا بقى الثلاثه اللي اتكلمنا عليهم في الاول دول بيبقى عباره عن انك بتنزل بوستات على السوشيال ميديا تسوق للمنتج ده، او زي بتاع فايفر فانت بتسوق للخدمه دي. طبعا الطريقه دي بتبقى صعبه شويه من غير اعلانات مموله، لكن انت لو اشتغلت بالاورجانيك ماركتنج ونزلت كتير فان شاء الله هيجي لك بيعه او هيجي لك حد عايز الخدمه دي او المنتج ده. انما بقى دلوقتي هنتكلم على 3 برامج تانيين هم مناسبين جدا للتسويق بالعموله للمنتجات الرقميه، لكن هم محتاجين شويه تشغيل مخ كده عشان تعرف تشتغل عليهم. والثلاث برامج اللي هنتكلم عليهم دول بقى محتاجين ان انت تنزل محتوى عليهم، مش تنزل عنهم فيديوهات او تعلن عنهم او كده. وده بكل بساطه ان انت بتبين اداه مثلا من ادوات الذكاء الاصطناعي وهي بتصنع حاجه، وبعد كده بتقدم شرح ازاي الاداه دي الناس تستخدمها، سواء مثلا على الفيسبوك بقى فيديو قصير او على اليوتيوب فيديو طويل او على التيك توك وكده. وبعد كده بتقول ان اللينك بتاع الابلكيشن ده او الموقع ده موجود تحت في الديسكربشن، فاللي بيخش يشترك من اللينك بتاعك وبتعجبه الخدمه دي انت بتاخد عموله على الاشتراك ده. والطريقه دي مش مهمه قوي انك تظهر بوشك، حتى انت ممكن تعمل فيديوهات فويس اوفر بس على شاشه الكمبيوتر كده
وانت بتشرح مميزات الاداه دي او الخدمه دي يعني اللي بيعملها الموقع الفلاني. وانا عارف دلوقتي انك تهت بالكلام اللي انا قلته ده، بس ركز معايا كده وانا هبسط لك الموضوع ده وهوضحه لك بشكل غير طبيعي. فاحنا مثلا دلوقتي هناخد برنامج كده كعينه هنتكلم عنه، هو برنامج هوستنجر. وهوستنجر ده اللي ما يعرفش هو عباره عن موقع بيصمم لك مواقع عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبيصمم لك مواقع بقى، فانت مش محتاج تتعلم برمجه، مش محتاج تتعلم كودينج، مش محتاج تتعلم اي حاجه خالص. انت بتصمم موقع في ثواني. وهو حاجه زي شات جي بي تي كده، انت بتقول له انا عايز موقع كذا بيعلن عن خدمه كذا وبيعمل كذا، بتكتب له بس كده وبعد كده هو اللي بيخلق لك الموقع ده. وكمان بيديك تمبلت انت ممكن تغير حاجه، تعدل حاجه، يعني بتعمل في الموقع ده اللي انت عايزه. وميزه بقى البرامج دي ان انت ممكن تسوق لها، ان انت لو شفت فيديو واحد بس على اليوتيوب فانت اتعلمت الخدمه دي خلاص، عشان هي حاجه اصلا ما بتاخدش وقت ولا بتاخد مجهود عشان تتعلمها. لو شفت اي فيديو لاي صانع محتوى بيتكلم على هوستنجر على اليوتيوب انت هتتعلمه على طول في ثانيه. وطبعا دلوقتي اي حد بيفتح بيزنس او اي مثلا واحد بيقدم خدمه، فهو اول حاجه محتاج يعملها كده بدايه الكلام ان هو يعمل موقع خاص بيه. فمش كل الناس بقى عارفه ان هوستنجر بيعمل الموضوع ده وفي ثواني، لا هو بيبقى عايز حد هو اللي يعملها له، او عايز يشوف حد بيعملها ازاي ويتعلمها ويشترك في الموقع عن طريقه. وهنا بقى دي اللي بنلعب عليها. وطبعا برنامج هوستنجر ده يعتبر اكتر برنامج اتعمل عليه فيديوهات في اليوتيوب كله. وليه اكتر برنامج اتعمل عليه فيديوهات؟ عشان هو مشترك بين كل صناع المحتوى. يعني اي حد دلوقتي عايز يعمل اي حاجه محتاج ان هو ازاي يعرف يعمل ويب سايت. وبما ان هوستنجر بيقدم الخدمه دي وبسعر كويس ومش محتاج ان انت تكون عندك خبره اصلا بتتعلمها في دقيقتين بالظبط، فبالنسبه لي هو وبالنسبه لاي حد مش انا بس يعني هو خيار مثالي. وان شاء الله هوستنجر ده هبقى اعمل عنه فيديو بعد كده، بما ان كل الناس عملت عنه غالبا الا انا، عشان لو انت او انا عملنا عنه فيديو وشرحنا ازاي نستخدم الموقع ده وقد ايه هو فيه مميزات رهيبه جدا، وبعد كده حد دخل في الديسكريبشن بتاعنا وداس على اللينك بتاعنا ودخل اشترك على الموقع واستخدمه، فاحنا هناخد عموله. وعايز اقول لك نسبه التحويل بتاعته او نسبه الناس اللي بتخش على اللينك بتاع صانع المحتوى ده عشان تشترك في هوستنجر بتبقى نسبه عاليه جدا. طبعا زي ما قلنا عشان هو بيقدم يعتبر قيمه مقابل سعر. بس طبعا النوع ده عشان تقدمه لازم تكون انت بتصنع محتوى بنفسك، حتى لو بالصوت بس من غير ما تطلع بوشك، بس على الاقل لازم تكون قدام شاشه كمبيوتر وبتشرح خطوه بخطوه ازاي تستخدم الاداه دي. وبالنسبه بقى لبرنامج التسويق بالعموله بتاع هوستنجر عشان تعرف تسوقه للناس وتحط اللينك بتاعك، فهو يعني شروطه مش سهله قوي يعني. وخليك دايما عارف كده ان معظم المنتجات الرقميه بتبقى شروطها مش سهله قوي عشان تسوق لها. هي مش بقول انها صعبه، بس ما بتبقاش سهله قوي. وشروطه هي عباره عن ان انت لازم يكون عندك موقع بتاعك انت عملته قبل كده، او موقع خاص باسمك انت. ودي من ضمن البيانات اللي انت بتدخلها في الابلكيشن اللي بتقدم على برنامج التسويق بالعموله بتاعهم. بس يعني انا اضمن لك ان انت لو اشتركت فيه بعد كده رحت قدمت في برنامج التسويق بالعموله بتاعه وقلت انا عملت موقع قبل كده عن طريقكم، فهم بنسبه 90% هيقبلوك. وعايز اقول لك اصلا ان معظم برامج التسويق بالعموله المنتجات الرقميه دي طالما اشتركت عندهم قبل كده فبنسبه كبيره قوي جدا يعني بيقبلوك، الا موقع ولا اتنين يعني هم اللي بيبقوا رخمه شويه في الموضوع ده، وهنتكلم عليهم كمان شويه. واشتراكه كمان مش غالي قوي، يعني هو حوالي $60 في السنه، وكمان بيديك دومين مجانا، فهو يعتبر سعره يعني روعه. فلو عايز تبدا دلوقتي بقى تشترك فيه وتسجل له فابدا واشترك فيه. وما تخافش انا ما عنديش افيليت لينك ليه، يعني بقى خش على واحد تاني او خش انت على الموقع على طول، انا ما عنديش افيليت لينك ليه، او استناني لحد ما اعمل عنه فيديو بعد كده بخش على اللينك بتاعي وساعتها ابقى اشترك. والبرنامج التاني اللي معانا اللي هو نفس فكره هوستنجر كده بالظبط بنفس الطريقه، لكن هو بيقدم لك خدمه مختلفه، هو برنامج انفيديو. وايه هو انفيديو؟ هو برنامج بيصنع لك فيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي، والفيديوهات دي سواء فيديوهات طويله او سواء فيديوهات قصيره زي التيك توك والشورتس والريلز وكده. وبعد كده بتاخد الفيديوهات دي وتحطها بقى على السوشيال ميديا بتاعتك، وبتحدد بقى الفيديوهات دي انت عايزها ايه، عن السفر، عن الكوره، عن الرياضه، عن الاخبار، عن اي حاجه. وهو موقع بيعمل لك فيديوهات بتبقى شكلها حلو ولطيف وكده، بس بتحتاج منك شويه تعديل وكده، ان انت ما تاخدهاش تعمل لها اكسبورت على طول، لازم تعدل فيه كام حاجه كده الاول. ان هو وارد طبعا عشان بالذكاء الاصطناعي يعمل لك معلومه غلط او يقول لك جمله غلط او يحط لك صوره مش في محلها، فبتختار انك تعدلها ساعتها. وهو كمان ميزته ان هو بيساعد اي حد عايز يصنع محتوى بس مش عايز يطلع لا بصوته ولا بشكله. وهو برضو نفس فكره هوستنجر كده، هو برنامج سهل جدا في استخدامه لكن صعب جدا تسوق له بالعموله، الا لازم تكون بتصنع محتوى عنه ومسجل على شاشه كمبيوتر وبتقول كل حاجه وازاي الخطوات عمال ما تطلع فيديو احترافي في الاخر. فانا رايي لو عايز تبتدي في السكه دي على الاقل ابتدي بفويس اوفر، عمال ما تجيلك الجرأه بقى وتتجرأ كده وتبدا تطلع بوشك. وبالمناسبه على فكره برامج التسويق بالعموله دي بتجيب فلوس اكتر من فلوس المشاهدات بكتير جدا، وهي اداه عشان تتعلمها اصلا فانت محتاج 10 دقائق بالكتير قوي عشان تتعلمها.
تتعلمها. اداه مفيش اسهل من كده في الدنيا، انت بتدخل عليها البيانات بس كده وبتحدد عليها كام حاجه وازاي تعدل على الفيديو وازاي تغير فيه حاجه وبس كده، لا اكتر ولا اقل. ولو انت بقى عايز تتعلم انفيديو ده فهو مش زي هوستنجر، لا ده انا كنت عملت عنه فيديوهات قبل كده، وهتلاقي عندي في البلاي ليست سلسله فيديوهات لانفيديو، سواء الفيديوهات القصيره او الفيديوهات الطويله زي الفيديو اللي انتم شايفينه ده دلوقتي، او فيديوهات التيك توك او ايا كان يعني. والسلسله دي معلماك كل حاجه من الاول للاخر بالتفاصيل الممله. فاكيد طبعا لو هتشترك وهتعمل اللي بقول لك عليه ده اكيد ساعتها هتخش من اللينك بتاعي، مش محتاج كلام يعني. وبالنسبه بقى لشروطه عشان يقبلك كمسوق بالعموله، ولازم تفصل ان الاشتراك في الموقع حاجه والاشتراك في برنامج التسويق بالعموله حاجه تانية خالص. لكن عشان يقبلك في برنامج التسويق بالعموله بتاعه فانت محتاج الاول ان انت تسجل على موقع اسمه امباكت، ومن امباكت ده بقى من جواه بتسجل على انفيديو. وامباكت ده هو موقع مجمع برامج كتيره جدا، هو اللي بيدير يعني عمليه التسجيل فيها للتسويق بالعموله. يعني انفيديو بيقول له اقبل انت الناس اللي انت شايف انها كويسه وانها تستحق انها تسوق لي. والتسجيل في امباكت مش صعب خالص، تسجيل سهل وممكن نبقى نعمله فيديو تاني بعد كده. ولكن يستحسن برضو ان انت تكون اشتركت على انفيديو قبل ما تروح تسجل في برنامج التسويق بالعموله بتاعه، ودي بتزود الفرص شويه عشان يقبلوه. وطبعا تهتم انك تكون بتستخدم نفس الايميل في كل التسجيلات دي كلها، سواء التسجيل بتاع انفيديو او التسجيل في برنامج التسويق بالعموله بتاع انفيديو او التسجيل في برنامج امباكت، يكونوا كلهم نفس الايميل عشان يعرفوا ان انت مشترك في كل حاجه فيهم. والبرنامج الاخير بقى اللي هنتكلم عليه النهارده وهو برنامج كانفا، وهو احسن واسهل برنامج ممكن تسوق له بالعموله في التاريخ ممكن تقابله، عشان مفيش حد بيصمم صوره ولا بيصمم لوجو ولا بيصمم فيديو ولا بيصمم اي حاجه الا بيستخدم كانفا. وكانفا ميزته ان هو فيه تمبلتس جاهزه، انت يعتبر بس تختار التمبلت وبعد كده انت بقى ايه بتعدل عليها، تزود حاجه تشيل حاجه اللي انت عايزها. فهو كانفا بيخلي اي واحد مبتدئ يبقى بروفيشنال على طول. ولو اي حد مثلا مش متعلم فوتوشوب او كده وعايز حاجه تكون تقدم كواليتي اقل سنه بسيطه من الفوتوشوب فبيلجأ لكانفا طبعا. وده غير كمان ان سعر كانفا رخيص جدا، يعني كانفا انا عايز اقول لك انت لما تيجي تشترك في الاول الشهرين هيقفوا ب 120 جنيه، يعني الشهر ب 60 جنيه مصري. فطبعا انت عمرك ما هتلاقي برنامج يعني رخيص كده في الدنيا اصلا. وكمان ان هو بيديك مميزات كتيره جدا سواء في التصاميم سواء في صناعه المحتوى سواء في كل حاجه. فهو مثالي جدا انك تعمل عنه فيديوهات سواء بقى بصوتك او بشكلك وصوتك كمان، وتشرح للناس بقى المميزات وتعلم ازاي الناس تصمم حاجه وكده. وهو برنامج سهل جدا يعني انك تتعلمه، ده يعني انا متاكد مليون في المية انك اكيد عارفه اصلا. ولو عملت عنه فيديو وبعد كده حطيت في الوصف الافيليت لينك بتاعك بتاع كانفا فبنسبه كبيره جدا ناس كتير قوي هتشترك عن طريق. لكن في عيب خطير جدا في موضوع كانفا ده، وعشان كده انا حطيته اخر واحد في البرامج كلها، وهو انه برنامج التسويق بالعموله بتاعه رخم وسخيف جدا عشان تقدم فيه. وهو بكل اختصار انك بتقدم الاول في موقع امباكت، فاكر اللي اتكلمنا عليه ساعه انفيديو ده، والخطوه دي سهله. بعد كده بقى بتروح تقدم في برنامج التسويق بالعموله بتاع كانفا، بس مش هتعرف تروح تقدم في كانفا غير لما تكون اتقبلت في امباكت الاول. وحاجه تانية بقى كمان سخيفه، ان كانفا عشان يقبلك لازم تديله ان انت قبل كده صنعت محتوى عن برنامج كانفا اصلا. يعني هو هيطلب منك في الابلكيشن اللي بيطلبها منك يقول لك وريني ايه الفيديوهات اللي انت عملتها قبل كده عشان تقدم للناس كانفا. فانت قبل ما تقدم فيه لازم تكون عملت قبل كده فيديوهات بتشرح فيها كانفا، سواء بقى على التيك توك او يوتيوب او فيسبوك او انستجرام. هو حتى الفيديوهات القصيره بيقبلها يعني، بس لازم قبل كده تكون عملت لك فيديوهين 3 كده شرحت كانفا للناس قبل ما تقدم في برنامج التسويق بالعموله بتاعه. ولازم تاخد بالحاجات دي جدا وانت بتقدم عليه. وحاجه كمان سخيفه شويه، ان انت بعد ما بتقدم على الابلكيشن دي وتملى البيانات كامله بيقعد من 6 ل 8 اسابيع عشان يرد عليك، ودي فتره طويله شويه، مفيش برنامج بيعمل كده، بس هو كانفا للاسف بيعمل كده. معرفش ممكن بيعمل كده عشان هو برنامج حلو ورخيص فناس كتير بتقدم فيه، فهو بيحاول مثلا ينقي الناس او يفلترهم كده، مش عارف بصراحه. يعني انا قدمت فيه لسه من كام يوم بسبب ان هو كان مقفول بقاله حوالي 5 أو 6 شهور مش قابلين حد اصلا، لكن لما فتحوا قدمت ولسه ما ردوش عليا، ولما يرد عليا هقول لكم ان شاء الله في فيديو. لكن حاول من دلوقتي ان انت تمشي في السكه بتاعه كانفا دي عشان بجد هتفرق معاك جدا، وتحاول تنزل فيديوهات بقى عن الموضوع ده وعشان تعرف تقدم في برنامج التسويق بالعموله زي ما قلنا يعني من شويه. وكده خلاص احنا وصلنا لنهايه الفيديو. عارف ان الفيديو ده طول شويه لكن انا حبيت ابين كل حاجه في موضوع المنتجات الرقميه ده وازاي تمشي فيها وايه البرامج اللي لازم تقدم فيها قبل ما تقدم في برنامج التسويق بالعموله بتاعها، والقصه المنيله بنيله دي كلها. ودي احسن برامج انا بشوف انك ممكن تسوق لها من وجهه نظري، وده عشان انت بتتعلمها في سهوله جدا وبتتعلمها في دقيقتين بس بالظبط، وممكن بعد كده تعلمها للناس وهي قيمه مقابل سعر. يعني لو جيت قدمتها لحد هي ممكن تعجبه وممكن يشترك ساعتها من اللينك بتاعك. لكن اتكلمنا على شويه معوقات كده، ان برامج التسويق بالعموله بتاعتهم رخمه شويه، فدي هتاخد منك وقت شويه عشان يقبلوك اصلا. وحاول تبتدي مع نفسك حتى لو هتبتدي بفويس اوفر على الفيديوهات بس، وان شاء الله تعرف بعد كده بقى ايه تشترك في البرامج دي والناس تشترك عن طريقك. وكده خلاص احنا وصلنا لاخر حاجه في الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو في عندك اي استفسار او في اي برنامج من البرامج اللي اتكلمنا عليها كلها النهارده دي يا ريت تسيب لنا كومنت تحت تقول لنا ايه البرنامج واحنا هنعمل عنه فيديو منفصل.
وبرنامج التسويق بالعموله اللي الناس هتتفق عليه او الناس كتير هتتكلم عليه ده هنعمل فيديو عنه خطوه بخطوه، شرح بالتفاصيل الممله. احنا النهارده ممكن ما اتكلمناش في خطوات عمليه خالص، بس احنا اتكلمنا ايه كصوره كده من على الوش بس مش اكتر. واخيرا في الاخر ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتعملوا فولو للاكونتس بتاعتنا على انستجرام وتيك توك. ولو في اي سؤال واقف مع حد او اي حد عايز يسال اي سؤال يا ريت يبعت لنا مسج في الدي ام بتاع انستجرام. وان شاء الله الفتره اللي جايه هنزل على انستجرام وتيك توك محتوى كتير جدا كده، بس هيبقى يعني صغير اللي هو 40 50 ثانيه كده، وان شاء الله هيفيدكم يعني. وان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد بفكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.